السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة الشيف خالد. رمضان على الأبواب، كل الناس بقى بتفكر الحلو ايه. تمام. والحلو طبعا هي بيكلف كتير اليومين دول، فاحنا عملنا كيكة اليوسفي. بان كده اوان اليوسفي موجود في السوق ورخيص. هنعمل كيكة باليوسفي دي، هتشوفوا النتيجة بتاعتها زي ما احنا شايفين كده. زي ما احنا شايفين كده. ده كده اليوسفي، دي الكيكة، شكله روعة وريحة. تمام. متنسوش في الاشتراك في القناة والشير واللايك، ويلا نبدأ على طول مع بعض المكونات بتاعتنا عشان ما نضيعش وقت. معانا هنا 6 حبات يوسفي. تمام. كل اللي هنعمله ان احنا هنقشرهم عادي. ولازم يتقشر، هنشيل ده خالص منه، متخليش فيه اي حاجة كده. تمام. هنقشر بقى الكمية كده. احنا بعد ما قشرنا اللي هتلاقوها كده ناشفة زي دي استبعدوها، مينفعش يعني دي هستبعدها. لازم تبقى كده معباية مية كلها، تبقى نضيفة كده. الخطوة اللي بعديها هنقسم اليوسف بالنص. تمام. نستبعد البذور دي كلها بالسكينة بأي حاجة كده. انا بعملها قدامكم كده، يبقى نضيف مفيهوش اي بذر. نعمل واحدة تاني. الخطوة دي مهمة عشان محدش يبقى بياكل عندك ويطلع له بذرة. هنكمل بقى الكمية. نبدأ المقادير بتاعتنا. معانا صينية، نص كوباية سكر، هننزل عليها بنص كوباية مية، وهنطلع بيهم على النار كده. زي ما احنا شايفين الكراميل لسه ما خدش اللون بتاعه، لسه شوية كمان. اول ما نوصل المرحلة دي هنجيب معلقة زبدة نحطها عليها، نديها دقيقة تانية على النار كده. خلاص وصلنا النتيجة دي، هنسيبها تبرد ونخش على المرحلة التانية. كده الكمية بتاعتنا كلها بعد ما خلصت اتقشرت وجاهزة. هنجيب الصينية، هنبدأ نجيب اليوسف بتاعنا وهنرصه في الصينية كده بالشكل ده. كان بيعمل صوت، كان عايز يبرد شوية. كمل بقى الكمية كده. كده جاهزين. الخطوة اللي بعديها عجينة الكيك بتاعتنا، نص كوباية لبن، هنزل بربع كوباية زيت، وعندي 1 بيضة،
عليها 1 فانيليا، دي الفانيليا، نضربهم مع بعض كويس. بعد كده هنزل نص كوباية سكر، وعندي هنا كوباية دقيق، هنزل عليها كيس بيكنج باودر، نقلبهم كويس. عجينة سهلة، كيكة كلها سهلة على بعض، هتعجبكم اوي. ده القوام بتاع العجينة بتاعتنا، واضحة كده. بس بعد كده هنجيب الصينية بتاعتنا وهننزل بالخليط على الصينية. ننزل بالخليط نداري بيه كل اليوسفي، زي ما عودكم الشيف خالد دايما بيجيب لكم الحاجات السهلة السريعة، يعني كلها مش هتاخد معاك نص ساعة بكتير اوي، تكوني بتاكليها كمان. تنفع معاك رمضان على الابواب، كل سنة وانتم طيبين. ومحضر لكم وصفات رمضان ان شاء الله هتعجبكم. نغطي كل الحاجات اللي ظاهرة دي كده، هنخش بيها في الفرن. طبعا الفرن كنت سخنتها، هنحطها في الرف اللي تحت، هتاخد لها في الفرن بتاع من 20 ل25 دقيقة، وبعد كده هرفعها فوق تكمل الوش بتاعها ومع بعض كده. بعد ما اخدت حوالي 25 دقيقة في الفرن، نعمل الاختبار بتاعها نشوفها. لا لسه هترجع الفرن تاني كده. خلاص كده استوت، هنسيبها تبرد شوية 10 دقايق ونقلبها من الصينية ونشوف. هنحاول بقى نفكها من الجناب بتاعتها طرف سكينة او اي حاجة. انا عملت كده، بحيث ان احنا لو في اي حاجة ماسكة في الجناب هتطلع. بعد كده هنجيب الطبق اللي هنقلب عليه كده. بعد ما قلبنا بسم الله، ها هو الجمال والروعة، دي النتيجة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. شوف بقى، حاجة حلوة هتفرحي بيها الأولاد. دي بقى كيكة اليوسفي بالكراميل. إذا كنت وصلت معانا لحد هنا في الفيديو، ما تنسوش الاشتراك واللايك والشير، وتابعونا في حاجات رمضان إن شاء الله. في ملف كبير أوي رمضان، للفطار للسحور والعصير وكل حاجة. وبالهنا والشفا.